النهارده يا ام العريف؟ انا عندي يعقوب للاجهزه الكهربائيه. وده فين؟ ده بعد ما تيجي من الحنفيه وانت جايه من عند البطاش قدام شارع بليا، هناك عند مخبوزات كراميلو. ويلا بينا ندخل ونشوف عندنا ايه جوه. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى، انا دخلت وسمعت كتير عن المحل ده وقلت يلا نشوف الحاجات اللي موجوده عنده. بصوا هنا عندنا الاجهزه. خلي بالكم المحل ده من المحلات الجامده جدا عندنا هنا في الاجهزه الكهربائيه. دي التلاجات. يلا نشوف التلاجات وماركات التلاجات وجمدان التلاجات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بست الكل. الله يخليك. حضرتك مشرفانا في يعقوب للأجهزة الكهربائية فرع البطاش العجمي، وبننوه إن إحنا بعد شارع الحنفية مباشرة أمام مخبوزات كراميلو وشارع بليا. يا جماعة إحنا هنا وكلاء معتمدين وبراند شوب العربي شركة توشيبا العربي، وبننوه وبنقول إن إحنا في انتظار الحدث الأعظم، الحدث الأكبر، الافتتاح الرسمي يوم 12 يناير. احنا شغالين بقالنا سنة، واعتقد ان احنا شرفناكم وكنا في شرف خدمتكم طول السنة اللي فاتت ديت. بمناسبة الاستعداد للافتتاح الرسمي يوم 12 يناير بننوه وبنقول ان إدارة محلات يعقوب للأجهزة الكهربائية قررت ان هي كل المبيعات من دلوقتي لغايه يوم 12 يناير هيحصل سحب عليها، وكل عميل هيشتري من دلوقتي لغايه 12 يناير ليه بدل الهديه هديتين، ليه بدل الهديه هديتين. واحنا بنستعرض منتجاتنا، احنا قبل غلا الاسعار، احنا ما عندناش حاجه اسمها غلا اسعار. هننوه ونقول ان احنا بنعرض برانداتنا توشيبا العربي شارب، سواء الديجيتال الازاز الانفرتر التاتش الموفره للطاقه الزجاج، او شارب البي في الديجيتال الانفرتر الموتور الياباني الموفره للطاقه بكل احجامها، سواء كانت 16 قدم او 18 قدم بمختلف الوانها وطرازاتها وموديلاتها وامكانياتها. طب انا عايزه اعرف بقى الموديلات اللي انا بفتحها دي ماركه ايه ودي ماركه ايه؟ دي ثلاجه شارب الزجاج الموتور الياباني الانفرتر 450 لتر. دي اللي هناك دي ولا دي؟ بالظبط يا فندم، رقم 2 الزجاج النبيتي. ودي منتج من منتجات توشيبا العربي، ضمانها 10 سنين شامل مجاني، بالاضافه لسنتين بلس الشركه بتتعهد فيهم بتوفير قطع الغيار لعملائها وخدمات ما بعد البيع. طبعا احنا هنا واقفين قدام ثلاجه شارب الاستانلس دي الديجيتال الموتور الياباني الانفرتر الموفر للطاقه الاستانلس، المزوده في الفريزر بالايس بوكس اللي بيتفك وبيتركب لو محتاجين سبيس ومكان في الفريزر. بالظبط دي كده صح كده؟ بالظبط يا فندم، ده بيتفك وبيتركب. ده كده تمام. مباشرة بعد الفريزر هنلاقي صندوق الزيرو بوكس، وده لما بننزل أطعمة من الفريزر بنحطه فيه فبيفقد تجميده وبيبقى في أنسب حالاته استعدادا لعمايله. الثلاجة بتتميز بوجود 3 رفوف، كل رف منهم بيتحمل وزن 30 كيلو، بالإضافة إلى صندوق الخضروات والأرفف الجانبية. ضمان 10 سنين شامل مجاني. طبعا احنا بنتكلم ان احنا منتجاتنا معروضه، وبننوه ان افتتاحنا الرسمي 12 يناير. كل عملائنا من دلوقتي لغايه 12 يناير الاسامي هيحصل عليها سحب. عندنا سحب. استنى بقى نعرف النقطه دي. احنا عندنا سحب صح كده؟ ده يوم الافتتاح. الهديه هديتين طبعا، كل اللي هيجي هيحصل سحب وهياخد هدايا. طيب العملاء اللي هيجوا لنا عن طريق ام العريف، ايوه، ليهم يا فندم بدل الهديه هديتين، ليهم بدل الهديه هديتين. وطبعا لازم نقول يعقوب للاجهزه الكهربائيه يشرفوا حضوركم الكريم، ويشرفوا خدمه عملائه، ويشرفوا انه بيقدم منتجات باجود واقوى حالاتها بافضل الاسعار. هنا احنا واقفين قدام ثلاجه تورنادو، منتج من منتجات توشيبا العربي 450 لتر ما شاء الله، 18 قدم الديجيتال 18 قدم دي صح كده؟ بالظبط 18 قدم. طبعا صندوق الفيجيتابل بولز، صندوق الخضروات في الاسفل غير الشرب شويه متقسم، ده 2 صح كده؟ 2 بيسز. وبتتميز الثلاجه باتساع حجمها ما شاء الله وقوه تحمل رفوفها وبالزيرو بوكس وبالصناديق الجانبيه. ولازم اقول ان الشاشه الديجيتال عموما في الثلاجات فيها ميزه قويه يا جماعه،
غير ان احنا بنظبط بيها درجات الحراره في الفريزر والرفوف، انها لو سيبنا باب الثلاجه مفتوح هي بتدينا الارم وتنبيه وصوت وميوزك، الحق في خطر فاقفل باب الثلاجه. احنا قدام دلوقتي ثلاجه المصريين توشيبا 14 قدم او ما يعرف بموديل 40، النو فروست بالبخار، الديزاين بتاعها المقبض الطويل وشكلها السيلفر. ثلاجه المصريين توشيبا العربي هي دي كده صح؟ النو فروست بالبخار بالظبط يا فندم، النو فروست بالبخار. طبعا مش محتاج ان انا اعمل لها ماركتنج، ولكن هي نو فروست بالبخار، ضمان 10 سنين شامل مجاني، مزوده بالبلازما قاتله البكتيريا، عدم ميكس روايح، صندوق الزيرو بوكس، 3 ارفف بالاضافه الى الفيجيتابل بوكس، صندوق الخضروات توشيبا 12 قدم نو فروست بالبخار. شركه توشيبا العربي بتحرص ان هي توفر كل منتجاتها بكل الاحجام سواء كانت الصغيره او الكبيره، وطبعا منتجات توشيبا العربي بالكامل نو فروست بالبخار، يعني مش بتعمل تلج في الفريزر. دي ايه؟ ده تورنادو، وده منتج من منتجات توشيبا العربي بلس كده جنب توشيبا العربي نفس الحجم ده كده قدم. ده صح ده كده تورنادو توشيبا العربي 12 قدم بالبخار نو فروست، ضمان 10 سنين. طبعا في بعض الناس مطابخها بتبقى محدوده المكان والمساحه، فتوشيبا العربي بتحرص انها توفر كل الاحجام لكل المساحات بما يناسب مطابخ البيت المصري ايا ما يكون مساحته. ولازم نعرف ان كل منتجات توشيبا العربي بلازما قاتله للبكتيريا وعدم ميكس روايح ونو فروست بالبخار وضمان 10 سنين. طبعا دي مفاجاه معرضنا، هي ثلاجه تورنادو الكومبي الديجيتال التركي بنسبه 100% لو هتلاحظ يا فندم ديزاين الثلاجه دي مختلف شويه، لان الفريزر مش من فوق زي ما احنا متعودين، الفريزر في الاسفل، وده ما يعرف في ثلاجات النو فروست بالكومبي. حضرتك دي تركي بنسبه 100%، يعني انا عندي تحت الديب فريزر ده تحت بالظبط الفريزر بتاعنا تحت بالظبط دي الكومبي الفريزر بس بجد جامده جامده بنسبه 100%، ضمان توشيبا العربي. بقدر اتحكم في الثلاجه من خلال لوحه الديجيتال التاتش سمارت الخارجيه، واقدر ان انا اظبط درجات الحراره من خلالها. بصوا طبعا زي ما احنا ملاحظين متقسمه بارتيشنات ومتقسمه رفوف بشكل عصري قوي، تحفه، فيها خاصيه المالتي كولينج. ويا جماعه لا وشيك انسيابيه وشيك جدا على فكره، بتتميز شيك جدا عصريه موديلها وتصميمها لا وقوه ادائها وضمانها ل 10 سنين، ووراها كيان عظيم قوي زي شركه توشيبا العربي. ودي كده بقى ايه؟ ده ديب فريزر شارب الديجيتال التاتش الموتور الياباني الانفرتر ال7 درج اللي انا اقدر اتحكم فيها من خلال لوحه الديجيتال التاتش سمارت او اتعامل مانوال. ديب فريزر شارب الاسود ال7 درج. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان يعقوب للاجهزه الكهربائيه بمناسبه الافتتاح الرسمي 12 يناير هنا عندنا بيقول هو عامل مبدا في البيع والتسعير ان لازم تسال بره في مكان 2 و3 وتعالى لنا واحنا هنديك اقل، واوعى تنسى ان انت ليك هديه، وكل عملاء ام العريف ليهم بدل الهديه هديتين. بس يقولوا جايين من قناه ام العريف. لا لازم يقولوا طبعا. طب انا عايزاك بقى تعرفني على الشاشات. هنستعرض، وطبعا احنا مخبيين مفاجآت ياما. السحب جامد، السحب يوم 12 جامد. كل عميل من النهارده لغايه 12 يناير هيحصل سحب على كل الارقام وكل العملاء، وهنخش سحب وهنفوز بهديه، والهديتين لعملاء ام العريف. قول لي بقى. طبعا شاشاتنا في المقام الاول توشيبا العربي باصداراته كلها زي شارب وزي توشيبا وزي تورنادو وفريش ال جي سامسونج. يعني انا عندي ده ايه كده؟ ده سوني ال 43 سمارت اندرويد، ريسيفر داخلي، 2 مدخل يو اس بي، ضمان 2 سنين. ودي كده تحت منها شاشه سوني البانل الياباني الستانلس ال 32 بوصه السمارت نت ورسيفر داخلي. ده سمارت توشيبا العربي بالظبط يا فندم. واقدر اعمل مع شاشات السمارت كونكت مباشره دايركتلي مع الموبايل. دي شاشه توشيبا 32 بوصه بريسيفر داخلي، ولكن مش سمارت،
بريسيفر داخلي. ريسيفر داخلي عشان الكعبله بتاعت الاسلاك بتاعتنا. بالظبط كده، اقدر ان انا استغنى بيها عن الريسيفر الخارجي. ودي بقى هنا احنا بنتكلم في شاشه سامسونج ال 55 بوصه ال 4K الترا اتش دي، 6 اضعاف وضوح وريزوليوشن وجوده الصوره من الفول اتش دي. ريسيفر داخلي 4K. احنا عندنا تقريبا كل ماركاتنا بالظبط يا فندم. وعندنا عندنا كل الاحجام، عندنا كل البراندات. بصوا هتلاقوا العربي وتورنيدو وتوشيبا وسوني وسامسونج، كله ال جي، كله عندنا حبلين. بالظبط. هنا بقى عندنا دي الغسالات الايه؟ طبعا دي غسالات الهاف الحدين توشيبا العربي ال 12 كيلو، الحلة العصر الستانلس، الباب بتاع الغسيل والنقع ده بيبقى مش ثابت، ده بيبقى متحرك لسهولة الاستخدام مع ست البيت. هنا حلة العصر والتجفيف الستانلس مش البلاستيك، وبتحرص شركة توشيبا العربي ان هي تنوع في منتجاتها وامكانياتها بما يناسب ذوق ومتطلبات واحتياجات كل بيت. مع تنوع منتجات توشيبا العربي هنلاقي بعض البرودكت المنتجات باسم توشيبا وباسم تورنادو، كلها نفس الكيان العملاق توشيبا العربي. ودي غساله تورنادو الهاف حدين ال 10 كيلو، وبرضه توشيبا العربي 10 كيلو. حله العصر الستانلس تورنادو 10 كيلو هاف حدين، اللون الابيض والباب النبيتي الاحمر الحدين، حله الغسيل وحله العصر. احنا لسه في عندنا فوق تاني، عندنا حاجات كتيره يا فندم. بالكم طويل؟ بالنا طويل. يلا بينا. بصوا طبعا انا قلت لكم المكان جامد. اللهم بارك. نشوف ان احنا عندنا في المقدمه على الجناب اير فراير، مكان براون. ابدا هنا؟ لا ابدا هنا. لا طب اكمل هنا. انا دخت. بصوا طب نشوف بقيه الثلاجات. انا ايه يا فندم؟ نشوف بقيه الثلاجات. مكان نشوف هنا. تعالى نشوف هنا دي كده. ثلاجات فريش النو فروست دي فريش. بصوا الاسود ده البلاك، ده البلاك صح؟ بالظبط يا فندم. تحفه. بصوا يا جماعه، اصل كان عندي هنا بوتاجازات، فانا هاجي لكم من ورا. بصوا انا هاجي لكم عشان ابينها لكم من فوق، عشان عارفه ان انتوا عارفين ان ام العريف ما شفتوهاش، بس هي طويله شويه فمش عارفه تجيبوا من قدام. بصوا ثلاجات فريش ال 16 قدم العاديه النو فروست بالبخار او الديجيتال. اجي لكم بقى افتحها لكم. يلا نشوفهم، يلا ندخل ونشوف. طبعا احنا واقفين قدام ثلاجات فريش، وشركه فريش من الشركات المصريه العملاقه في التصنيع، وبتتميز بتنوع انتاجها واختلاف موديلاتها وعظم امكانياتها. طبعا احنا واقفين قدام ثلاجه فريش دي 400. دي كام؟ دي ال 16 قدم. 16 قدم. ودي 16 قدم ولكن مش عاديه. ايوه انا واخده بالي فيها دكه كده يعني. دي ديجيتال. بالظبط. تتحكم فيها من هنا صح كده؟ في ايه بقى بالظبط التحكمات بتاعتها؟ دي شاشه ديجيتال تاتش اقدر اتحكم فيها من درجات التبريد بلازما صح؟ او الرفوف. فيها وضع الامان للاطفال عشان الاطفال لو واقفه على كرسي وحبوا يلعبوا في اللوحه ديت فما يغيروش في درجات الحراره. في برنامج الحمايه ضد لعب الاطفال. احنا استاذنك انوه تاني على المكان. احنا عند محل يعقوب للاجهزه الكهربائيه قدام شارع بليا، اللي هو جنب مخبوزات كراميلا في البطاش. مستنياكم. بنوه تاني ان في افتتاح يوم 12. اسمعوني، في افتتاح يوم 12 موجود هنا، وفي سحوبات جامده، وان شاء الله اصور معاكم هنا تاني يوم الافتتاح. واللي هيفوته هو حر، لان اللي هيشتري هيخش سحب وهياخد جفت. بس قول لهم ان انت من عند ام العريف. يلا بقى هعمل لكم ايه؟ رزقي ورزقكم على الله. دي بقى طبعا ده ديب فريزر شركه بيكو التركي الراعي الرسمي لفريق برشلونه. واحنا بالمناسبه كل منتج بننوه عنه، احنا وكلاء معتمدين. ثلاجه ميسي دي، مش هو ميسي؟ بالظبط كده. ثلاجه ميسي ده. دي فريزر ميسي يا جماعه. دي فريزر ميسي. بيكو التركي. دي فريزر ميسي. بيتميز انه الفلتر موفر للطاقه الكهربائيه قاتل للبكتيريا، وثلاجاته وفريزراته فيها خاصيه الهارفست فريش، ودي اللي بتحافظ على الفيتامينز
وكل الاكل في شكله الصحي الهيلثي اللي يضمن بيه الغذاء السليم لينا ولاطفالنا والمحافظه على الاكل. ثلاجه فريش الستانلس ال 16 قدم دي 16 دي كانت ايه؟ تاتش. يعني دي كانت ايه؟ بياخد دي 16 قدم ودي 16 قدم برضو. ايه الفرق؟ في شكلها الستانلس. دي الستانلس دي شركة موديل حلوه. الموديل ده انا عاجبني. بصوا الموديل ده عاجبني. بيراعوا ان في بصوا. بعض المطابخ بتبقى عايزه الثلاجات بصوا. الكبيره حجما ولكن رفيعه. ايوه فهمت كده، فهمت. هنا برضو 16 بصوا قدم. هو نفس شكلها الموضوع بس ستانلس. الشكل ايه بيراعوا اللي هو الحجم شويه من الجنب. بصوا الوان، اشكال والوان. يا يعقوب مش عارفه اقول لك ايه، كنت فين انت قبل ما اتجوز؟ ما كنتش لاقي الثلاجه دي. ايه ده بقى؟ ده بقى التركي اللي بخاصيه الهارفست فريش الكومبي الفريزر دي تلاجة؟ الصوفي. ده انا بحسبه دي فريزر. يا لهوي على الجهل والواحد شكله وحش. بصوا ده تحت الدي فريزر تحت. بالظبط، هي الكومبي تصميم الكومبي حلوة. بيكون في الفريزر من تحت. بصوا انا اقول لك على حاجه، انا لما جيت كنت عايزه عشان انا عندي بلت ان في البوتاجاز، فكنت عايزه الثلاجه، فلقيت كنت عايزه حاجه زي كده يعني عشان المكان وكده. لقيت الاسعار ساعتها كانت هلاميه وما كنتش لاقيه المنظر ده. يعني بصوا أشد بصوا الحرص في يعقوب للاجهزه الكهربائيه على توفير كل البراندات والماركات والموديلات والاحجام المختلفه، وبنتحدى اي سعر من السوق وعندنا هيكون ارخص. احنا ملتزمين ومتعهدين بده وبننوه سامعين؟ ان الافتتاح الرسمي 12 يناير يعقوب للاجهزه الكهربائيه. بعد سنه من الشغل جربنا وحاولنا نكون عند حسن ظنكم، واعتقد ان احنا شرفناكم وبنوعدكم ان 12 يناير هو الحدث الاعظم اللي هتشوفوا فيه حاجات كتيره جدا، وهتشوفوا فيه وهتاخدوا الاجهزه وهتاخدوا السحوبات وهتاخدوا الجفت وهتدعوا لي، وبالنص انا وانتوا بقى الحاجات اللي هتاخدوها بالنص. ما تبيعونيش ولا حتى لايك ولا شير ولا حاجه. طب اعمل لكم ايه ده بقى؟ تعالى قول لنا ايه ده. يا فندم تعالى كده قول لنا الحاجات اللي عندنا دي. احنا واقفين قدام بوتاجازات شركه رويال جاز. ده بقى الفرن ده ايه؟ طبعا ده بوتاجاز رويال جاز اوسكار 60 في 90. اوسكار 60 في 90. حوامل واحده واحده عليهم. حوامل دي حوامل ظهر وبتتميز الحوامل الظهر. وده ايه بقى؟ دي شعل نحاس. شعل نحاس علشان تتحمل قوه النيران وتعيش معانا 5 شعلات كده صح؟ بالظبط يا فندم. الساعه بتاعت الفرن عندي كام؟ عرضه 90 كده 60. هو 90 احنا بنتكلم على الفرن 90. هنا بقى هنا برضه نفس الكلام، وده موديل من رويال جاز اسمه اوسكار سينسور. ده رويال جاز، ولكن ده بوتاجاز من البوتاجازات اللي اسمها بوتاجازات هاي اند. الاثنين شاشه لضبط درجات الحراره وشاشه تايمر وقت. دي فين دي وريني. هنا شاشه درجات الحراره بنقدر نتحكم فيها ومن خلالها في درجات الحراره داخل الفرن. وهنا الوقت بنضيف او بننقص تايمز. انا عندي تايمز الفرن يعني. بالظبط يا فندم. وده فصل غاز كنترول وامان كامل. وده رويال جاز ال 80 الحوامل الحديد، ال 60 في 80 الاستانلس. ولازم نقول ان كل بوتاجازات رويال الفرن والشوايه على 2 مفتاح، يعني نقدر ان احنا نشغلهم في وقت واحد. وطبعا مروحه جوه الفرن لتوزيع درجه الحراره ومروحه تبريد. وهنا هنا بوتاجاز فريش الكورونا 60 في 90 الاستانلس، حوامل ظهر، امان كامل، فصل غاز كنترول اهو، ضمان 7 سنين. ده بلت ان. ده لا بوتاجاز، ده بوتاجاز عادي، ده بوتاجاز عادي اهو. ده ايه بقى؟ 90. ما انا عشان كده شايفه فوق قلت بلت ان ازاي 90. وده بيتميز بجنابه المعزوله حراريا بزياده الامان. ايوه بالظبط. مكونات شعل وسلاح اللي هنا معزول عشان الامان. وده هنا ال4 شعله صح كده؟ ده برضه منتج من منتجات شركه رويال جاز. ال 60 في 60 ال4 شعله، سطح ستانلس، جناب ستانلس، لمبه سيخ شوايه اشعال ذاتي، مروحه 60 في 60. هنا احنا واقفين قدام بوتاجاز فريش هامر ال 60 في 90 الوش الازاز، شاشه ديجيتال التاتش، امان كامل، فصل غاز كنترول، حوامل ظهر 60 في 90 عياشه بتتفتح، ضمان 7 سنين. وده بوتاجاز 60 في 60 4 شعله رويال جاز. ستانلس سطح وستانلس جناب وفرن وشوايه على كل مفتاح ومروحه توزيع بالداخل. تعالوا بقى نشوف البلت ان. عليا يا فندم، عشان انا عايز اغير بلت ان فعايز اشوف البلت ان. طبعا بصوا، بما ان يعقوب للاجهزه الكهربائيه وكيل معتمد في بيكو التركي زي ما احنا شايفين استندات الشركه
واحنا وكلاء معتمدين فارس تهان، وبيشرفنا ان عملائنا يشرفونا ويتعرفوا على منتجاتنا ده ايه؟ ويستفيدوا من عروضنا وهدايانا واسعارنا المميزه. هنا احنا قدام بيلتي ان بيكو التركي اللي استانلس حوامل ظهر امان كامل فصل غاز كنترول 4 شعلة 60 4 شعله. وده الفرن ايوه هات لي بقى عشان انا اللي عندي. بيلتي ان ده 5 ايه؟ شعله 60 في 90 حوامل ظهر بيكو التركي فصل غاز كنترول امان كامل ستانلس. ده بيكو صح؟ بالظبط يا ده فندم، بيكو. بيكو التركي. وده برضو بيكو التركي. طبعا احنا فاهمين يعني ايه بيكو. طبعا 4 شعلة و5 بصوا. شعلة. وده فرن. الفرن الاسود بيكو 60 في 60 يتميز بانه امان كامل وفصل غاز كنترول وجوده وقوه ومتانه ماتيريال وقطع غيار المنتج. وشركه بيكو ده براند عالمي فعلا بتتميز منتجاته بالجوده والمتانه، وبنقول ان يعود للاجهزه الكهربائيه عامل اسعار وعروض وحدثه الاعظم الكبير اللي افتتاح 12 يناير. بنقول ان كل اللي هيشتري من النهارده لغايه 12 يناير ليه هديه، والعملاء ام القريف بدل الهديه هديتين بس ينوع. تعالى بقول لنا بقى على ايه الاوتوماتيك هنا. خلي بالكم يا جماعه، هنا في يعني اللي عايز مثلا الفرن ده 90 هو عنده. احنا في عندنا الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك مخازن، واللي بيتطلب بيتجاب. اي ماركه شفتوها او عايزينها تعالوا واطلبوها. تمام كده ولا انا غلطانه؟ بالظبط يا فندم، احنا ملتزمين بتوفير كل المعروضات والمنتجات لكل عملائنا الكرام. بصوا بقى هنا عندنا هنا قدام غساله بيكو التركي ال 10 كيلو الستيل بخار انفرتر موفره للطاقه 10 كيلو 1600 موفره للطاقه. دقيقه انت بالظبط. مش عارف الدنيا عامله معانا ايه في الكروت. موفره للطاقه. بصوا وعلى فكره الغساله ضمانها 10 سنين. 10 سنين بالظبط. دي ال جي فيفاتشي 9 كيلو ضمان 10 سنين. انفرتر موفره للطاقه الكهربائيه ضمان 10 سنين. الفيفاتشي بتتميز عن اي موديلات عاديه في ال جي او غيرها ان هي بتشتغل بخاصيه الذكاء الاصطناعي. بخاصيه الذكاء الاصطناعي عن بعد يعني. بالظبط. الغساله بتقدر تتحكم اوتوماتيكي في نوع القماش وبتوفر له البروجرامز المناسب ليه، ونقدر كمان ننزل بروجرامز من على النت نضيفه لقائمه برامجها. تمام. احنا بص بقى قبل ما نخلص ده ونعمل فيديو تاني الدور اللي تحت، عايزين بس ناخد معانا العجانات والحاجات والحبشتكنات. ودي مثلا عجانات. وزياده معروضاتنا لتوفير متطلبات كل عملائنا الكرام. وهنا احنا قدام عجان نيانتا الاوريجينال ال 1300 واط ال 5.5 لتر البلاتينيوم الاوريجينال. فوق منه حضرتك هتلاقي اير فراير ده عشان نعمل الاكل الهيلسي، وكل عملائنا اللي حابين ان هم يعملوا دايت ويعملوا هيلسي فود احنا موفرين اقوى البراندات زي كينوود وبلاك اند ديكر وسوكاني وتيفال. وعندنا براندات ومفاجآت كتيره جدا هنشوفها من دلوقتي لغايه افتتاحنا الرسمي الفورمال 12 يناير. انفجار المفاجآت. ده ايه؟ طبعا احنا هنا ده ايه؟ دي شوايه. شوايه الكترونيه كينوود كهربائيه نقدر نشوي عليها كل اكلنا الهيلسي الصحي. طبعا كل شركات ليها معروضات ومنتجات عندنا. استنى بص مخبي مني تلاجة. بصوا ايه اللون دي الدرجه دي ايه ده ايه الدرجه دي دي تلاجة فريش. انا مش عارفه درجتها يعني. ايه اللون ده يعني؟ انا اسود وهنا مبيتي وهنا جاي على بني. ايه ده؟ بص يا فندم، طبعا هي بتتميز ان هي الباب بتاعها زجاج، هي نبيتي، ولكن مع الاضاءه ومع الزاويه اللي انا هبص منها ممكن يتهيألي ان هي بلاك او ريد. هو باب مرايه لدرجه ان انا كنت بحسب بصور حاجه تاني. لما رجعت لورا انا بحسب ان انا بصور حاجه تاني. اهي يا جماعه يعني والله العظيم باب مرايه اهي، لدرجه ان انتوا اكيد شفتوني في المرايه. اللي ما شافش ام العريف شافها اهي. بصوا حلي يعقوب عامل حاجات جامده وقلبه طيب وعامل عروض جامده. يعني قال لي انا هعمل لك حاجه احسن من انك تاخدي ديسكاونت. انا هاجي بدل الهديه هديتين وهو بنفسه هجيبه عشان يقولها ما تخافوش. وقال بدل الهديه هديتين، وقال كمان اللي هيجي وهيشتري هيخش على سحب
اجهزه، والاجهزه جامده في سركم يعني، انا مش هقول ان انا قلت لكم. بصوا دي كام قدم دي؟ دي 18 قدم نفرست بالبخار فريش، ضمان 10 سنين، شامل مجاني. الباب الزجاج النبيتي النفرست نبيتي ده انا مش عارفه لها لون. نبيتي. ودي بقى ايه؟ جونيور. استكمالا لزياده منتجاتنا ومعروضاتنا وعرض منتجات الشركات. دي ثلاجه يونيون اير الدي فروست في الفريزر 12 قدم البلاك الاسود، ودي زي ما بنقولوا عليها ثلاجه المصايف، وبعض عملائنا الكرام بيجوا يسالوا عليها بالاسم. ضمان 10 سنين شامل مجاني. دي فريزر فريش الستة درج الستانلس دي فريزر ديجيتال التاتش النو فروست بالبخار، ضمان 10 سنين شامل مجاني. نقدر بأدراجه الواسعة القوية ان احنا نحط فيها مأكولاتنا وكل الأغذية اللي احنا بنحتاجها. ثلاجة فريش ال 14 قدم الاسود النفروست بالبخار، جنبه الديب فريزر الفريش الزجاج التاتش. ده بقى ايه بقى؟ ديب فريزر فريش. لا ده 7 دول. خلي بالك انا بدأت فكرتي تتغير عن فريش. لا بجد ايه ده؟ الجمدان دي لوحديها ديكور في المطبخ. بصوا هي دي فريزر ولا ايه؟ دي نوعها ايه دي؟ ده ديب فريزر يا فندم فريش. دي فريزر. الزجاج بصوا المودينا البلاك الزجاج الديجيتال التاتش. 1 2 3 4 5 6 7. ده اقل استهلاك للكهرباء عند المستوى ايه كمان، واقوى اداء وكفاءه للموتور. 7 درج نفرست بالبخار، بس جميله، ضمان 10 سنين شامل. تعالى بقى ايه مجاني. قول لي ايه ده؟ ايه ده؟ بس دي هنا تكه دي كده. دي التكه بصوا بالظبط يا فندم. وكمان فاضل تكه. بصوا دي التكه. ايه الديكور ده؟ ده يا فندم دي حقيقيه ولا ديكور؟ لا ده حقيقي يا فندم. ده فرن فرن غاز فريش. ايه ده؟ 60 في 60 فريش. الروستي بقول لك فكرتي اتغيرت. الذهبي التايمر تحفه. وطبعا فوق في المسطح ال 60 ده كده 60 فريش ستانلس امان كامل فصل غاز كنترول. هنا في تاني ولا عوامل لا؟ ظهر. هنا البلتي ان فريش ال 60 في 90 الخمسه شعله. طبعا بندعوكم ان انتوا تنزلوا معانا للدور. هنزل بقى فيديو تاني انا كنت فاكره كله هيبقى فيديو واحد. لا فيديو تاني هنزل تحت. وبصوا الجمال، بصوا القمر، مش عارفه اقول لك ايه يا استاذ يعقوب، حضرتك كده غيرت الفكره. بصوا يا جماعه دي مش مرايه والله، ده هو عاكس. دي بصوا الدرجه، بصوا التدريج، بصوا الحركه دي. بصوا ده بقى من الجنب هنا، دي كده من الجنب. بصوا هقول لكم ايه، هننزل تحت. استنى قبل ما انزل تحت، احنا هنا ما قلناش على التومه بتاعتنا دي. ايه دي بقى؟ طيب يا فندم احنا هنا زي ما بنحرص على توفير الثلاجات والغسالات والبوتاجازات واجهزه التكييف والديب فريزر، لازم نستكمل باقي معروضاتنا في الرفايع. تمام. احنا عندنا تكييفات كمان هنا. بالظبط يا فندم، ولكن كل البضاعه دلوقتي في المخزن. بصوا طبعا احنا قدام براند ميانتا، سواء في فود بروسيسور محضره طعام 26 وظيفه او الخلاط الساعه 1.5 لتر واللي مزود ده 26 وظيفه. 26 وظيفه 800 واط ميانتا. وهنا احنا قدام فلتر شركه تانك البرو الجديد. ده الفلتر الجديد اللي هو بيقول لك تحطه وتركبه بنفسك. ده حقيقي يا فندم. انا بفكر اغير عليه على فعلا. ده قوي جدا واداؤه فعال، خاصه ان في لمبه اشاره وتنبيه معاه تغيير الشمع بتاعه علشان يكون في افضل حالاته. ودي ده يا فندم احنا قدام كبه ميديا تك وخلاطات مولونكس ال1.5 لتر ال 400 واط البلاك الاسود. بالظبط. تعالى بصوا وانا نازله عشان هعمل الفيديو الثاني على اللي تحت، فخلص الدور بقى. يعني ايه احنا عندنا هنا ايه؟ ده ايه هنا؟ طبعا باقي خلاطات مولونكس. ده باقي خلاطات مولونكس. محضرات طعام زي فريش، زي بلاك اند وايت الماليزي. دي فريش. نحرص على توفير مسطحات. ودي دي سواء 2 بلاطه او 4 او 3، وربنا يقدرنا ونرضي عملائنا. هننزل الدور اللي تحت بقى يا جماعه. دي انا جبت لكم الدور اللي فوق والدور اللي هو المدخل يعني بالتفصيل. استنوني بقى على الفيديو التاني وهتجيبوا تكاته وحاجاته ومحتاجاته واقول لكم مؤقتا باي.